هي زعلت بسبب تصرفاتك وانت زعلت بسبب رد فعلها على تصرفاتك، ودي مش نفس الحاجة. ما ينفعش تقلب الترابيزة عليها وتلف الموضوع علشان تبان انك صح وتوهمها انها هي اللي غلطانة، وانت عارف في قرار نفسك ان انت اللي غلطان، وبعد كده تيجي تقول ان هي نكد وبتحب طول الوقت تعمل مشاكل، وانت اصلا السبب في كل اللي بيحصل ده. وعلى فكرة ده مش تواصل سوي، ده اسمه تلاعب. هي مش بتخنقك، هي بتحاول تفهمك هي حست بإيه من تصرفاتك، بس لما إحساسها يتقابل بإنكار أو هجوم بتحس إنها مش مسموعة ولا متقدرة ولا حتى متشافة. علشان ما ينفعش تجرح حد وبعدين تقلل من وجعه وبعدين تيجي تزعل إنه واجهك وإنك تعيش دور الضحية. ده مش عدل، ده اسمه هروب. والمشكلة إن الهروب ده بيكسر الثقة واحدة واحدة لحد ما العلاقة كلها تنهار. اعترف بغلطك بوضوح وتحمل مسؤوليته من غير تبرير. وعلى فكرة ده مش ضعف، ده نضج وقوة ومنتهى الاحترام. ومن غير الحاجات دي مفيش علاقة هتعرف تكمل فيها أو تحس جواها بالأمان.